بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نعمل سبلايس او طبات او وصلات في الماركر بتاعنا، عشان زي نظام تعليمات لقسم القص ان لو القماش بتاعك فيه عيوب او هضطر ان انا اعمل وصلات كتيرة او القماش فيه مشاكل وهضطر ان انا اعمل وصلات او طبات، ازاي نظبطها له وازاي نقول له ان هنا هيبقى فيه طبة وهنا مفيش طبة، هنا توصل وده بمسافة الامان بتاعتك. تقدر تبص عليه في الفيديو اللي فات ان شاء الله. طيب في فيديو النهارده انا لو عندي بلوتر بتاعي حجمه صغير، انا عارف البلوترات الحالية عروضها كبيرة جدا، ولكن الى الان في ناس شغالة مثلا ببلوتر بتاع اوداسيس القديم اللي هو المتر، اللي هو 90 سنتي، الى الان لسه في ناس شغال. طيب ازاي اخلي ماركر عندي وليكن اللي هو الليز بلاوز اللي استخدمناها في الماركر اللي فات، اللي هو عرضه 139 سنتي يعني متر و40 سنتي، ازاي اخليه يطبع على بلوتر متر، ازاي اخليه على بلوتر 90 سنتي؟ تمام. طيب الاوبشن ده بيتعمل منين؟ بيتعمل في الماركر بلوت اوبشن، هو موجود في النسخ الجديدة، اعتقد موجود من اول 15، مش متأكد بصراحة من المعلومة دي، ولكن اللي اقدر اظبطه لك اللي هو موجود في 16 وفي 17. في الماركر بلوت اوبشن عندنا هنا، هو الاوبشن ده مش متفعل مع البي دي اف، بنخليه على الاتش بي جي ال. تمام. على السيسر اللي هو القص نقول له نعلم على ماكس، وهنا الويتس هيقص على بعد قد ايه من بداية الماركر. فانا عندي الماركر كله عرضه 140، انا عايز يقص 90 وبعد كده الباقي يخليه بعدين. تمام. احنا هنشوف الماركر الاولاني بتاعنا اللي هو بتاع الماركر اللي فات، اللي هو الليدز بلاو 3. ظاهر معانا السبلايس بتاعنا. طب انا عامل سبلايس وعايز برضو اعمل فاصل للماركر عشان يطبع على مرتين، نصين الزقهم بعد كده. هنخلي على الويتس هنا طول اقصى عرض للماركر بتاعنا اللي هو الكنز، هنخليه مثلا 90 سنتي لو الماركر بتاعنا بيطلع صافي 90 سنتي. تمام. وبعد كده هنقول له اوكي. تمام. هنخش نعمل، مش هنعمل اي حاجه تاني غير ان احنا نعمل سند تو بلوتر. تمام. انا عامل اوتو بروسيس، فالعمليه هتتم بشكل اوتوماتيك. تمام. عمل اوكي. نبدأ بقى نشوف الماركر بتاعنا اللي هو الليدز براوز 3، نفتحه. هنشوف بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هو عدى ال 100 سنتي. يعني لو قلبنا الوحدة بتاعة القياس هنا هتلاقي ان الماركر ده عرضه 100 سنتي. يعني لو settings دخلنا على اليوزر انترفيس. طيب نشوف اليونت الاول. طيب تمام، بعد ما ظبطنا اليونتس بتاعة اللي هو البريفيو بتاع البي ال تي، هنبص تحت هو حاسبها لك بالملي. تمام. اليونت بالملي يعني 899 و9 و8 يعني 90 سنتي. تمام زي ما كتبنا. فهو عمل ايه؟ هو عمل الماركر، شاف عرضه قد ايه، خد اول جزء 90 سنتي، بعد كده راح فاصل بشكل عمودي، وبعد كده حط الباقي بعدها. يعني احنا لو كبرنا كده هنلاقي ان هو فاصل عادي بشكل اوتوماتيك. هو عامل لك زي نظام مثلثات عشان وانت بتلزق تروح مجمعه. ايه شايفني اعمل هنا اهو؟ ادي مثلث التاني زي علامات تقابل او فرات اللي احنا كنا بنعملها في النوتشز، ولكن هو عاملها لك هنا عشان تبقى جايد ليك وانت بتلزق الماركر، تكون الخطوط كلها متقابلة، بحيث ان هو يعمل لك المثلث المتساوي الاضلاع ده بدون اوفرلاب بدون اي حاجه، عشان يسهل عليك الاوبشن ده. كنا الاول بنعملها على برنامج خارجي، ولكن الاوبشن ده مفيد جدا في النسخه دي. اتمنى ان الاوبشن ده يكون يفيد ناس كتيره، خصوصا الناس اللي لسه عندها بلوترات عرضها قليل، او انا لو بلوتر عندي الناس اللي هي بتشتغل في الجرافيك ديزاين، في بعض الناس بيجي لها ان هي تطبع الحاجات دي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل ماركر بتاعنا اوتوماتيك، ولكن هيكون مش للباترون، هيبقى لقسم الطباعة. ازاي تطبع ماركر بيتعشق جاهز، ولكن طباعة سبليميشن، انك تضيف الطباعة داخل الماركر بتاعك بحيث ان هي تروح على مكن الطباعة سبليميشن بشكل اوتوماتيك وتطبع بشكل اوتوماتيك. اشكركم على المشاهدة بتاعت الفيديو ديت، ولو استفدت بلاش تمشي وانت ساكت كده، اعمل اشتراك، وان شاء الله استنى الفيديوهات اللي جاية هتكون اقوى بكتير ان شاء الله.